لما نيجي نشوف حلفاء إيران هنلاقي أول حاجة عندنا حزب الله. لو إيران قررت تسخن بجد فأول زرار هتدوس عليه هو حزب الله، بس حزب الله نفسه مش عايز يدخل حرب شاملة لأن لبنان واقف على حافة الانهيار. نيجي بعد كده للحشد الشعبي في العراق، ممكن يضرب قواعد أمريكية بس ده هيخلي العراق ساحة حرب مفتوحة وده ملوش شعبية داخلية هناك. الحوثيين في اليمن، وده أكتر طرف ممكن يتصرف من غير حسابات دقيقة، يضربوا في البحر الأحمر أو الخليج بس رد الفعل عليهم هيبقى قاسي جدا. يعني الحلفاء دول أقرب لأوراق ضغط مش شركاء قرار. نيجي بعد كده الدول العربية. البلاد العربية بين نارين لأنها مش بتشجع فكرة الحرب وفي نفس الوقت مش هيكون دورها مؤثر بالشكل المطلوب. الخليج مش هيستحمل اضطراب في أسعار النفط أو ضربات على أراضيه. مصر عايزة استقرار حدودي وسياسي بأي ثمن لأن طول عمرها بتسعى للسلام في المنطقة. الأردن دايما في النص ومهدد لو الوضع انفجر، وسوريا أصلا لسه ما وقفتش على رجليها. يعني أي تصعيد هيؤدي لارتباك اقتصادي وسياسي في معظم العواصم العربية.